تحالف الفتح يهدد بشكل مباشر سنقطع اليد التي تريد تقويض حكومة السوداني. وحركة عصائب أهل الحق تنفي تورطها في اغتيال المواطن الأمريكي. وهل سيتم تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2023؟ سنعرف جميع التفاصيل في إخبار هذا اليوم. أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أن عمليات الاغتيال والحرائق المفتعلة تقف خلفها أجندات خارجية وتنفذ بإذاعة داخلية، مبينا أن هذه الأفعال تحاول زعزعة الأمن عندما ترى أي حالة من النجاح. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي أنه لا يخفى على الجميع أن حالة نجاح سياسية واجتماعية على الصعيد الشخصي، ولا بد أن تواجه بعض المعوقات من أجل إفشال حالة النجاح تلك. وأضاف أن عمليات الاغتيال والحرائق المفتعلة تقف خلف أجندات خارجية وتنفذ بأذرع داخلية، مشيرا إلى أن هذه الأذرع سوف تقطع حتما أي كان انتمائها. وأوضح الفتلاوي أن هذه الأفعال تحاول زعزعة الأمن وخلق حالة من الفوضى، إلا أن تكاتف القوى السياسية الداعمة لحكومة السوداني ستفشل جميع تلك المحاولات، حتى وإن تصاعدت خلال الأيام القادمة فمصيرها الكشف والمحاسبة الشديدة. ونفت عصائب أهل الحق الاتهامات الأمريكية الموجهة إليها بشأن ضلوعها في التورط بهذا اغتيال المواطن الأمريكي ستيفن تويلر. واتهامات شركة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الجمعة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله بالوقوف ومقتل المواطن الأمريكي الاثنين الماضي في بغداد. وقال القيادي في حركة العصائب سعد السعدي في تصريح صحفي أن الاتهامات الأمريكية عارية عن الصحة تماما، وليس للعصائب ولا أي فصيل مقاومة آخر أي علاقة بعمليات اغتيال المواطن الأمريكي، ونحن لا نستهدف المدنيين وهذا العمل مدان من قبلنا حسب تعبيره. وبين السعدي أن عملية اغتيال المواطن الأمريكي تحمل أهدافا سياسية، فهي تريد إيقاع الحكومة الجديدة برئيس محمد الشياع السوداني في حاج ومحاولة إثارة الرأي الداخلي والخارجي ضدها بسبب هذا الخرق الأمني. وأضاف السعدي أن الجهات الأمنية المختصة تجري تحقيقا في هذا الحادث، والتحقيق ما زال مستمرا، وعند انتهاء سوف يتم كشف النتائج وكشف الأشخاص والجهات التي تقف خلف عملية الاغتيال والسبب والدوافع العملية التي تتبرأ منها فصائل المقاومة تماما. واستبعدت اللجنة المالية النيابية حدوث تغيير في قيمة الدينار أمام الدولار في الموازنة العام المقبل، لافتة إلى أن سعر برميل النفط لن يكون كسابقه في الموازنة، خصوصا مع زيادة الأسعار العالمية. وقال عضو اللجنة جمال أحمد في حديث صحفي أن هناك حاجة ماسة لإحداث تغييرات في الموازنة الاستثمارية بما يلائم الحاجة الفعلية للبلاد من أجل تطبيق البرنامج الحكومي لحكومة السوداني. وأضاف أن سعر الصرف في الموازنة سيبقى ثابتا من دون إحداث أي تغيير، خصوصا أن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة. وقد أوضح رأيه بشأن هذا الموضوع، وبين أن سعر برميل النفط في الموازنة سيتغير عن سابقه، ومن المرجح أن سيكون أقل من السعر المطروح في الأسواق العالمية، لافتا إلى أهمية وضع سعر احتياطي للنفط في الموازنة، وخصوصا أن الأسواق العالمية قد تشهد زيادة في كميات المعروضة من النفط. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.